تخيل معايا دري صغير عنده 17 عام كتحطو الصحافة في كفة واحدة مع ليونيل ميسي. كاع الأرقام القياسية اللي كانت عند ميسي في الفئات الصغرى هذا الدري حطمها. سجل أكثر من 900 بيت قبل ما يوصل الفريق الأول. كلشي كان كيقول هذا هو الوارث الشرعي ديال ميسي، ولكن هذه القصة اللي بدات بحال الحلم سالت بواحد الطريقة اللي حتى واحد ما كان كيتوقعها. بويان كريكيتش، الموهبة اللي قتلتها المقارنة والضغط النفسي. اليوم غادي نعرفوا علاش هذا النجم طفى قبل ما يشعل وفين غبر. في 2007 بويان ولا أصغر لاعب كيمثل البارسا في الليغا وحطم الرقم ديال ميسي نيت. الموسم الاول ديالو كان خيالي، سجل 10 ديال البيوت وكان كيبان بلي المستقبل ديالو مضمون. فرانك ريكارد كان كيثيق فيه بزاف، ولكن المشكل بدا ملي العالم بدا كينتظر منه يكون ميسي رقم جوج. اي ماتش لعبو ما ماركاش فيه كيبدا النقد، اي لمسه غالطه كتقارن بلي ميسي ما غاديش يدير بحالها. الضغط كان كبر من السن ديالو. هنا غادي نوصلوا للنقطه اللي غيرت حياته. في 2008 مدرب اسبانيا لويس اراغونيس عيط عليه باش يشارك في اليورو ديال 2008. اي لاعب في العالم يحلم بهذه الفرصه، ولكن بويان رفض. علاش؟ الصحافه ديك الساعه قالت بلي متكبر وما باغيش يلعب البلاد ديالو، ولكن الحقيقه كانت صادمه. بويان كان كيعاني من نوبات الهلع، الدري كان كيموت بالخوف والضغط لدرجه انه ما بقاش كيقدر يسافر مع الفرقه. بويان صرح من بعد بلي في هذيك الفتره كان كيحس براسو غادي يتفرقع، وكان كياخذ دواء ديال الاعصاب غير باش يقدر يدخل الغرفه ديال تبديل الملابس. ملي جا غوارديولا الامور ولات اصعب. بويان لقى راسو في البنك ديال البدلاء وبدا كينتقل من فرقه لفرقه، مشى لروما، الميلان، اياكس وحتى ستوك سيتي في الانجليز. فين ما مشى كيمشي معاه لقب ميسي الجديد بحال اللعنه. الجماهير كتسناه يراوغ فرقه كامله وهو مسكين باغي غير يلعب كره مرتاح. بويان مشى من بعد لعب في كندا ومشى اليابان مع انيستا حتى قرر يعتزل في 2023 وهو عنده غير 32 عام. قصه بويان كريكيتش هي درس لينا كاملين، كتعلمنا بني النجاح ماشي هو غير شحال سجلتي ديال الاهداف، ولكن هو واش مرتاح نفسيا مع داكشي اللي كدير. بويان اليوم خدام في الاداره التقنيه ديال البارسا، والدور ديالو هو يساعد الدراري الصغار باش ما يوقعوش في نفس الغلط اللي وقع فيه ويحميهم من ضغط الصحافة. وفي الأخير بويان قال جملة وحدة اللي لخصت كل شيء: أنا ماشي ميسي، أنا بويان. وهذا الشيء كان كافي بالنسبة ليا. شنو بان لكم في القصة ديالو؟ واش المقارنة مع ميسي هي اللي دمرت هذه الموهبة؟ خليوا لنا رأيكم في التعليقات.